السلام عليكم. أول حاجة سمحوا لي بزاف على التعطيل ديالي. الصراحة ما كانش عندي شي سبب، هي نحت شوية ونيت حتى من الخدمة ديالي والقراية ديالي تاعي، ومبقاش لي وقت أصلا فين نقلب حتى على قيس سعادة باش نسجل. المهم سمحوا لي أولا نبداو إن شاء الله. تبدا نديرو لايك ديك سبسكرايب إلا كنتي باقي ما مشتركش. المهم القصة ديالنا اليوم كتبدا من واحد السيد سميتو أنس خدام في واحد الشركة ديال نقل الأثاث كاينة في ناشفيل. ناشفيل واحد المدينة في ولاية تينيسي، كاينة في الولايات المتحدة الأمريكية. هي مدينة زوينة الصراحة، كبيرة ومعروفة بالموسيقى إلى آخره. ما ندخلش في التفاصيل ديال المدينة. كيقول بلي هاد الخدمة هادي هناتها مش حاجة سميتها الجيم والخلاص ديالو، حيتاش بالنسبة ليه بلاتها ولات هاد الخدمة هي الرياضة ديالو. حيتاش عارفين نقل الأثاث، هز الثقول حط الثقول مسافات تاهما، يعني راه كتريني في نفس الوقت وخدام. وانا دابا كملت 6 سنين في هاد الخدمه هادي، يعني ولات عندي خبره كبيره في هاد المجال. كاع الناس اللي خدامين معايا كتجيهم هاد الخدمه هادي فيها التماره بزاف وفيها التكرفيص، ولكن انا لا، انا ولفت ولا كيجيني حد الحاجه اللي زوينه وانا كنخدم هاد الخدمه هادي. المهم واحد النهار الصيف بلاتي نقدم لكم واحد جوج صحاب ديالي في الخدمه ديالي، واحد سميتو جمال والاخر سميتو عبد الرحيم. هاد الجوج هادو معايا في التيم ديالي. واحد النهار في الصيف جاني بريكول خفيف في الجنوب ديال ناشفيل، وانا في الجنوب ديال ناشفيل ضروري ما نعيط على جمال وعبد الرحيم. الخدمه كانت تقريبا كثيره والاثاث كان غالي والكليان قاعد بورفور صحيح، يعني طلع على الدور ما خشى ما عيط صحابي. سمعت يا اخي ياسين؟ سمعت بريكولات ديال بصح؟ هادو مو بريكولات، سمبلي ارجع القصه ديالنا. وصلنا للمنطقة ولقينا أنا والدار اللي غنقلو فيها الأثاث كانت بعيدة حد شوية وكانت في الآخر ديال الطريق. الدار كانت مخبية وما كتبانش حتى في جوجل ستريت. بحال ما تفكرتوش شي قصة زعما. اه 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 هي هي اللي في بالكم، هي كتبان ليها هاد البديتات وما كنرتاحش ليهم أنا صراحة. المهم رجع القصة. وصلنا للدار ولقينا واحد السيدة كتسنانا، سيدة كبيرة السن وقصيرة، شعر شايب، كانت تقريبا كتبان بحال في السبعينات من عمرها، تقريبا ديك 76 77. وكانت دارها تبارك الله ما شاء الله كبيرة مصبوغة بالابيض. الدار كان فيها واحد البالكون خشبي قديم وكراسة اللي كيتأرجحو، عرفتي هادوك الكراسي القدام كنشوفوهم في افلام ديال الرعب هادوك. فكروني نشري واحد عافاكم اش كيعجبوني هاد النوع ديال الكراسي. المهم ولكن الدار من الداخل كانت حاجة واعرة، داكشي كلاسيكي، داك الأثاث اللي غالي تبارك الله. بصراحة الباترون ما كذبش علينا. المهم السيدة استقبلتنا مزيان ورحبت بينا ودارت لينا واحد الجولة خفيفة في الدار. ومن هاد الجولة وراتنا لواحد الخزانة كبيرة وقالت لي من هاد الخزانة هادي شراها ليها المرحوم الله يرحمه. انا راجلة راه باينة. المهم قلت لي بلا تقدر تكون ثقيل عليكم. عبد الرحيم سمع ديك ثقيل عليكم ويزعم زعما باغي يبين الرجولة ديالو. عبد الرحيم الله يهديك السيدة في 70 من عمرها صاحبي، الله يهديك. تا جيتي تزعم زعما شو هذاك بنتك صاحبي 70؟ هو جمع راسك شويه. المهم اسمحوا لي، فاش مجينا نزوها لقينا هذاك الخزان تبارك الله قداش يا خويا. اخويا وحش كتزن تقريبا 600 كيلو ضب قطبي صافي. بغينا نميلوها جنب واحد شويه وحنا نسمع واحد التخرشيش، واحد الصوت ديال شي حاجه تهزت من الداخل ديال الخزانه. كنت ما عرفنا انا هو هذاك البورفوار ما غيكونش. Yeah, listen. Uh,
We fucked up. بالسلامة. زينة كانت واعرة ولكن راهي الخشب ديالها كان قديم ولا شي، داكشي دغيا تهرست من الداخل. اخترنا نبعدو الختان من الحيط، ولكن ضرباتنا واحد الريحة خانزة، ريحة مخلطة بين الغمولة والموت. هاد الريحة اللي صراحة ما نبغيكمش تشموها صراحة. خويا الختان من الحيط بزاف ونحن نضربو على واحد الباب كان قديم بزاف مقارنة بالدار من الداخل، وما كانش فيه داك المقبض ديال الباب باين عليه اثار ديال الزمان، ماشي بحال البيبان الاخرين ولا الدار بصفه عامه، يعني بحال قلتي الباب ماشي ديال داك الدار كاع. كانت صباغتو كتقشر، الباب تبارك الله كبير وثقيل، والمقبض ديال الباب ما كاينش. قوت ندور عند السيده باش نقول لها واش تلف بركه الباب هذا، ساعه ما لقيت والو، لقيت الدي والبرد. السيده غبرات، ديك الساعه جمال هبط يقلب عليها، وانا هو عبد الرحيم بقينا كنشوفو في داك الباب. من بعد حد قسم جا عندنا جمال وقال لنا بلي السيده راه غبرات والطوموبيل ديالها ما كايناش. صافي قلنا ديك الساعه بلا راه ماشي شي حاجه، تكون ازما خرجت تسخرات ورجعت. مالكم جاتكم شي حاجه غريبه؟ صايب لكم محل في المغرب؟ هاي ان شاء الله برب الله. اصلا ناودي الخدمه في المغرب قلال، دي اول حاجه. يعني يعني تربطي كان عندك الرحيل ولا شي حاجه كتهبط، بالك حاج دراري كبار في الدرب كنمشي تدور معاهم ب50 درهم الواحد وكيزدو لك الدار كامله وانت مهني ومالك لحالتك وبخير. ديك شريكه زوينه هادي. المهم فين نقري بزاف عارف. المهم رجع القصه ديالنا. انس وصحابو قتلهم الفضول وبغاو يعرفوا شنو مورا الباب. ديك الساعه عبد الرحيم جبد حط طورنوفيس، واحد العيبه صراحه نسيت عليه سميتها، وهو يحل الباب وحلو نيت. ترى ما حل ديك الباب وديك الريحه اللي ضربتني في الاول تجهدت على الجهد، بحال قلت المصدر ديال ديك الريحه بان. ديك الساعه تصدمنا كاملين صراحه بداك اللي شفناه. كان البيت اللي مورا الباب كانت نفس الغرفه اللي حنا واقفين فيها كاينه تماك، ها هو مقلوبه كامله بحال كتشوف في المرايه. كانوا الازات اللي عبيناه في الصنادق كانوا محلولين وراجعين بلاصتهم. الدراري بكرموا في بلاصتهم ما كنتوش يتحركوا من قوه الخلع اللي شافوا. هذيك الساعه انا زعمت حتى شويه ودخل الغرفه. ديك الساعه عبد الرحيم وجمال فاش شافوني دخلت الغرفه زعموا حتى هما دخلوا معايا. انا بقيت كندور في ديك الغرفه ومشيت دخلت للمطبخ ديال ديك الغرفه نيت، ولقى واحد السيده تماك كتشبه بزاف السيده اللي استقبلتنا المره الاولى، او بالاحرى هي نيت نفس الهيئه ديالها. هو بدلي فيها شي حاجه، شعرها غامق، هي مبتسمه بواحد الطريقه كتخلع، شي حاجه فيها ماشي هي هذيك. وزيد من الفوق كتعرج كتمشيش عادي شي. ديك الساعه قال لي شافها جمال وقال لي مشيت قبيله وبقينا كنقلبوا عليك. السيده مولا الدار قالت لينا واش في الغرفه الاخرى، وانا نقول لها ولكن نسنا واحد القضيه، هاد الغرفه كتشبه الغرفه اللي جينا منها، هو كلشي مقلوب. علاش؟ السيده مولا الدار ضحكات علينا حتى شويه وتقول لنا داك الباب ما كانش تحلو، حيت اصلا مول الدار لاصقو مزيان وخباه مورا خزينه باش ما يدش واحد ما يحلو. الساعه بغينا نرجعو من جينا ولكن اكتشفنا ان هو الباب مسدود بالخزينه. الخزينه رجعت لبلاصتها فين كانت. ديك الساعه سولتنا مولا الدار اش كديرو، اجو تغداو معايا اجو تماك دابا نفكر جوج المرات. مشاو جراو بغينا نخرج من الباب ولكن ملي بغينا نخرج من الباب اللي جينا منه لقيناه ما كاينش. وديك الساعه الدار كلها تقلبت فيها على الارض دي ولات مايله، الجدران ولاو مضيقين، كلشي كيتبدل في ديك الدار.
وهاديك الساعة الطول ديال الممر كان غادي وكيطول على الجهة بحال كنتي قاعدين في شي متاهة في هاديك الدار. ديك الساعة جمال نقز وقال لنا باللي هاد الدار هادي راه دايرة بحال المراية، يعني الباب اللي جينا منه غيكون في الجهة الآخرة. ديك الساعة سمعنا ليه كان عنده الصح، مشينا جرينا الجهة الآخرة لقينا داك الباب. قلنا الباب لقينا هو الخزانة اللي لقينا قبيل، لقينا حابسة الباب عاوتاني هنايا. ديك الساعة قوة دخل على اللي فينا، ما فكرناش جوج المرات، جرينا الخزانة بالجهة تاعها هرسناها، حلينا الباب وحنا نخرجوا. فاش خرجنا من داك الباب اللي جينا منه اول مره وحنا تصدمنا عاوتاني. قنوان الدار اللي كنا فيها لقيناها انه ولا بحال شي دار مهجوره تجرت من سنين هادي، ولا الدار مخبره ومكرفصه وتحكتي من زمان قديم. ماشي هادي الدار اللي كنا فيها المره الاولى، ماشي هادي الدار اللي دخلنا ليها. شتشي الدرا ما عقلوش هادشي كامل، مشاو جراو خرجوا من الدار لقاو الطوموبيل تاعهم باقا كاينه، ديماروها وتحركوا. ديك الساعه الدراري ديمارو الطوموبيل تحركوا في الطريق، صونوا على البوس ديالهم وقالوا له داكشي كامل ولكن ما طيقهمش. طبعا ساعه طبيعه الحال تخيل شي واحد يقول لك اظن هذا طيقو زعما وانت ما طيقوش، طبيعه الحال ما طيقوش حتى هو. المهم مورا هاد السطوري هادي، مورا الحادثة هادي عفوا، جمال وعبد الرحيم قدموا الاستقالة ديالتهم، خرجوا من الخدمة، والمدير ديالي عطاني واحد السيمانة ديال الراحة. هاي كان هذا هو الاخر ديال القصة ديالنا. قولوا في التعاليق كيف جاتكم، وقولوا لي على كيف جاتكم القصة، وتخيلوا الى تحطيت في نفس الموقف اشنو كنتو غديروا. ما تنساوناش بلايك، سبسكرايب، شير وكومنت زوين. خليكم مشينا للقرايزي واسمحوا لي على التعطيل.